هاد الام اللي في الصورة سميتها داليا الحوشي. داليا الحوشي كتسكن في مدينة بورسعيد بمصر. هاد الام عندها بنت سميتها نورهان واللي عمرها 20 سنة. هاد الام كتشتغل في واحد المستشفى، وهداك النهار ملي مشات الخدمة واللي ظروف العمل غادية ترجع قبل الوقت، فملي جات وبغات تدخل دارها وفي لحظة غير متوقعة غتلقى بنتها نورهان مدخلة جارها اللي سميتو الحسين واللي عمره 14 سنة. غتلقاهم في وضعية مخلة بالحياة. نورهان غتخاف ان الام ديالها تاخد معاها شي اجراء، فاشنو دارت؟ مشات عند الحسين واتفقات معاه باش يصفيوها الام ديالها. نورهان خلات الام ديالها حتى نعسات وحلات الباب ودخلات هذاك جارها الحسين، وهنا باش ينفذوا العملية ديالهم نورهان خدات واحد المطرقة والحسين خدا واحد العصا ودخلوا البيت النعاس وبداو كيضربوا في الام ديالها. الام اللي فاقت وبدات كتقاوم، هنا الحسين مشى كيجري الكوزينة وجاب واحد الكاس وهرسو ونحر الام ديالها وتوفات. ومن بعد قاموا باخفاء معالم الجريمة ووهموا الامن ان الجريمة كانت بدافع السرقة وان القاتل مجهول. الامن ملي جاو وبداو التحقيقات ديالهم وسمعوا الاقوال ديال نورهان وديال الحسين، هنا شكوا ان الجريمة ما كانتش بدافع السرقة وبداو كيعمقوا البحث ديالهم. فملي قلبوا الدار غيلقاو الحوايج عليهم الاثار ديال الدم، وحتى الاقوال ديال نورهان وديال الحسين فيهم تناقض. وهنا غيتاكدوا ان نورهان والحسين عندهم علاقة بالجريمة، ومن بعد غادي يعترفوا. الحسين بما انه قاصر غيتم النقل ديالو للإصلاحية. نورهان غيتم الحكم عليها بالتشاور مع المفتي وغيتحكم عليها بالإعدام شنقا. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة نورهان خليل محمد عبد الله خليل علي بالإعدام شنقا عما أسند إليها، وفي الدعوة المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة مرجعة البت في مصاريفها وألزمتها المصاريف الجنائية. رفعت الجلسة.